ينضم معي الأستاذ علي طه وهو إعلامي سوري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، أتشرف بالتواجد معكم يا أستاذ الكريم. أستاذ علي، يعني نحن الآن في منتصف الحلقة وليس لدي حتى أن أذكر مقدمات، ولكن ما الذي يراد بالأمة الإسلامية من خلال دعم إيران وتشويه الصورة الحقيقية للإسلام من خلال الدراما ومن خلال يعني بيع بعض الضمائر بضخ أموال لها، ومن ثم يعني تبيع حتى وطنها؟ أنا بودي حتى أن نكشف بعض الأسماء إذا كان لدينا بعض الحقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية لا شك أن نحن نلوم إيران على تغلغلها القوي في الدراما العراقية وفي الدراما الموجهة تجاه الوطن العربي التي تبث السموم، لكن نحن في الحقيقة يجب أن نلوم أنفسنا في البداية. نحن قصرنا كثيرا، تخلينا عن القنوات العراقية حتى السنية في العراق. القنوات السنية تعاني من شح شديد وبعضها أغلق. مكتب المرشد الأعلى يخصص مبلغ 750 ألف دولار مساعدة للقنوات ذات التوجه الإيراني أو التي ترغب في بث ما ينشر وما يبث لها من إيران وما تعطى من إيران من برامج ومسلسلات. طبعا في العراق 24 قناة تشرف عليها أحزاب وميليشيا وشخصيات مرتبطة بإيران. هذه ليست إحصائية بل إحصائية هيئة الاتصالات والإعلام العراقية. نعم. طبعا أحد المدراء في مجموعة تلفزيونية عريقة كان يعمل مديرا لمكتب الMBC في بيروت، ذكرنا اسم القناة ما كنت أذكرها والله. نعم. كان يعمل أيضا مديرا في قناة الشرق العراقية، قناة معروفة تابعة لجهة ميليشياوية مشهورة. كان ينتج أعمالا، من الأعمال التي أنتجها وأشرف عليها مسلسل موسى عليه السلام الذي يعني أحدث يعني بلبلة واعترض عليه أنه يعني أظهر شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا القنوات العربية أو السنية أو حتى الجهات التي تمول غائبة غيابا تاما عن المشهد العراقي. والخليج بودي تتحدث عن الخليج. طيب الخليج يعني للأسف القنوات الخاصة الخليجية، القنوات الخاصة في جلها تنتج أعمال، كثير من الأعمال التي تنتجها يشارك فيها الإيرانيون بشكل أو بآخر، إما من خلال فنانين داعمين من خلال أجنداتهم الفكرية والسياسية لإيران وحزب الله، أو من خلال أطقم فنية سواء بالإخراج أو التصوير أو أستاذ علي، إذا لم يكن لدينا إثباتات أو أسماء فالكل يعرف أن هذا موجود يعني. طيب يا سيدي، عندك الآن مسلسل باب الحارة ينتج بشكل سنوي وهو بعشرات ملايين الدولارات. يعني الآن أعتقد السنة هذه سينتج منه الجزء التاسع أو الثامن، أنا مش متأكد، لكن هو العقد 12. نعم. أحد كبار نجوم العمل هو داعم لحزب الله بشكل رسمي ويعلن ذلك. من هذا؟ هو الفنان عباس النوري. نعم. وهذا ليس سرا، وقد قال في مقابلة على قناة المنار أنه عمر بن الخطاب الذي أنتج له عمل معروف أنتجته قناة دبي مع أحد القنوات السعودية. نعم. أعتقد هي أيضا مجموعة الMBC. قال لا يستحق أن ينتج عنه عمل، شخص ليس له تاريخ حتى ينتج له عمل. نعم. وهو شخص يقول بالحرف الواحد أنا أدعم حزب الله ماليا وسياسيا. معروف حزب الله يعني اتفق خليجيا وعربيا أنه حزب يجب حظره، هو حزب إرهابي. أعتقد هذه القنوات يجب أيضا أن يكون لها موقف واضح من حزب الله والفنانين. أنت تقصد أن المملكة العربية السعودية تحاول تجفيف المنابع الاقتصادية لحزب الشيطان، وللأسف الشديد هناك من ينخر في جسد الأمة، في جسد الوطن، حفظ الله المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية كذلك، وللأسف هم يساهمون في مساعدة أولئك الذين ينتمون إلى حزب الشيطان وإلى إيران. نعم يا سيدي، الفنان دريد لحام له برامج على قنوات خليجية سابقا وربما لاحقا وله أثبت. هذا الرجل يعني يقول عن المرشد الأعلى بالحرف الواحد ومصور وعلى اليوتيوب موجود المقطع: في روحك القداسة، في عينيك الأمل، في يديك العمل، وفي كلامك أمر يلبى. ازدادت قدسية ترابنا، يقصد التراب السوري،
طبعا التراب العراقي، لأنه أيضا إيران منغمسة فيه. حين ارتقى بعض من رجالاتك إلى عليائها، لك الحب والتقرير والتقدير والإجلال من الشعب الصامد. طبعا هذا من الخليج حتى وإن كان من المملكة، إذا كان أعلن ولاءه لحزب الله أو إلى إيران، أتمنى أن نظهر هذا، ما يمنع يعني. يا سيدي الكريم، أنا كنت أعددت تقرير من حوالي سنتين عن فيلم أنتج عن المملكة للأسف الشديد بتمويل إيراني وبمشاركة نجوم لهم ولاءات لإيران حزب الله. كان مثل من؟ مثل من؟ ملك الرمال الفيلم. لا أقصد الممثلين، يعني الممثلين. نعم أنا سآتي. المخرج نجدة أنزور معروف. نعم. عمل مع كثير من الفنانين الخليجيين والسعوديين، من ضمنهم القصبي والسدحان الله يرحمه محمد العلي وغيرهم. وللأسف طلع من أموال سعودية. أود أن آخذ آراء بعض الفنانين، الأستاذ محمد طويان، علي السبا، حول رأيهم بهذا المخرج الذي عملوا معاه، يعني أنه تنكر للجهة التي مدت له اليد العون وانتشلته وسوت منه مخرج حقيقة. نعم. فللأسف أنا تقصد أخذت رأي بعض الممثلين عنه؟ حاولت أخذ رأيهم، اتصلت فيهم واتفقت معهم ثم تهرب وأنا طائر رأي. يعني على فكرة وأنا أقولها علنا، يعني حتى بعض الكتاب، يعني أنا أذكر أحد الكتاب في جريدة الرياض حينما يعني ذكر الهالك النمر عن رحمه الله الأمير نايف رحمة واسعة، حينما ذكره بسوء وأردت أن يعني يستنكر، لم يستنكر، وهو الآن يكتب في جريدة الرياض. إذا كنا يعني صادقين، وأنا أعرفه جيدا، يعني له ولاء لإيران للأسف الشديد. يا سيدي الأستاذ علي السبع أخذ يلف ويدور ويقول لي والله إنه بشار كويس وأن أنتم ظالمينه، وأنه الفيلم هذا يعني له ربما يعني بدأ يبرر، والهم قال بالأخير أنا أعتذر عن إبداء الرأي. طب هذا موقف وطني من جهة تعادي وطنك، يفترض أتكلم أقل شيء كلمة مجاملة يعني. عموما أستاذ علي، لم نتحدث في هذا إلا والله حفاظا على ديننا وحفاظا على وطننا مكتسباتنا. الوطن مهم. الوطن الآن نحن في حرب، يعني مثل ما يقال بالعامية، يا قاتل يا مقتول. الآن لدينا إيران هي العدو الأكبر. إذا لم نتحد بكل أطياف المجتمع، لا أقول يعني سنة وأقول مثلا شيعة، ولا أقول بكل أطياف المجتمع، نتحد في سبيل المحافظة على هذا الوطن، مكتسبات هذا الوطن، في ظل وجود هذا العدو الأكبر الذي يريد أن ينخر في جسد الأمة. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي. نعم. أنا أود أن في جهات إنتاج تعاون مع حزب الله ومع إيران بشكل وثيق، جهات تشبيحية، من ضمنها شركة الهاني لصاحبها هاني مخلوف، ولها أعمال تعرض على الجهات، على أجهزة التلفزة الخليجية الخاصة. هذا هاني مخلوف من عم بشار الأسد، من خال بشار الأسد. نعم. طبعا في شركات الشرق ولين وعاج وحكيم والمسار والقلمون وغيرها، كل هذه جلبت أعمال إيرانية ودبلجتها وتوزع في قنوات الآن تعرض أعمال مدبلجة إيرانية. وللأسف أنها قنوات خليجية، يعني هذه القنوات الخليجية ألا تستحي من نفسها أن تظهر لنا العهر، ومن ثم تظهر لنا ما يسيء إلى ديننا ووطننا؟ يعني شيء مغالطات عجيبة جدا، وهم يقولون ننتمي إلى هذا الوطن ونحب هذا الوطن، بل والله خبث منهم أن يخرجون لنا هذا العفل الفني. شك في ذلك. كلمة أخيرة أستاذ علي، كلمة أخيرة حتى لا يدرك. أود أن أختم بكلمة للناشط الإعلامي أنور مالك. نعم. قالها بالحرف الواحد: للأسف مجموعة MBC وبعض الأقنية الخليجية دعمت الشبيحة والشيعة وكل من يعادينا، وفي المقابل تجاهل الدعم